بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض البامية في الفرن. ايه رأيكم بقى في العسل ده؟ بجد والله يا جماعة، أنا بعمل البامية بطريقة في منتهى الجمال، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. عندنا هنا بصلتين متقطعين رفيع، انا مقطعاهم في الكبة، وحطيت هنا معلقة من السمنة ومعلقتين من اللية اللي سيحناها مع بعض في الفيديو بتاع الدهن واللية. حطيت لية على البامية لانها بتنقل البامية في حتة تانية. البامية والملوخية بيحبوا اللية جدا. خلاص كده، انا عايزة احمر البصلاية دي بحيث ان هي تبقى لونها ذهبي كده وحلوة، ما تغمقش مني. خلاص كده اصفرت شوية، بحط معلقتين من التوم المفروم. المعلقتين دول بيتحطوا بعد البصل عشان التوم ما بياخدش وقت زي البصل. خلاص كده دقيقتين وبروح حاطه بقى قرنين الفلفل التمام، يخلوا البامية كده سبايسي ويدوها ريحة. بصراحة بينقلوها، يعني بينقلوها في حتة تانية، بيخلوها زي العسل كده. تمام مع بعضينا. الفلفلاية بتاخد تحميرة شوية مع البصل والثوم، ودي تركة حلوة على فكرة، وتركة مهمة جدا انك تحطي الفلفل مع البصل والثوم. بنزل بعد كده بالقوطة بالطماطم بتاعتي كده. تمام لحد كده. وبعد كده بنزل باللحمة اللي انا سلقاها مسلوقة بنسبة مثلا 80% كده. هتكمل بقى السوا في الصلصة والبامية والكلام ده كله. هنزل بقى باللحمة المسلوقة كده وابتدي اشوف هعمل ايه دلوقتي. خلاص كده نزلنا باللحمة. بنحط هنا شوية ملح وشوية من الفلفل الاسود، مفيش اكتر من كده. البامية ما بتاخدش بهارات خالص، تاخد ملح وفلفل بس. عايزة بقى تسبيكة حلوة للكلام ده كله، تسبيكة حلوة للصلصة مع اللحمة علشان اخد نتيجة بامية زي الفل كده. هسبكها كويس جدا، كويس قبل ما احط البامية، قبل ما انزل بالبامية تكون الصلصة دي اتسبكت كويس. بنزل بقى هنا بكيلو من البامية متقمعة طبعا ومغسولة زي الفل، وببتدي اظبط الدنيا. برضو بسيبها تشكشك وتتسبك في الصلصة بتاعتي، وبشوف هعمل ايه بعد كده. شايفين يا جماعة لونها؟ ولا الروايح بقى اللي طالعة منها حاجة في منتهى الجمال. خلاص اتسبكت كده. تمام، خلينا ماشيين خطوة خطوة عشان تاخدوا احلى بامية في الفرن ان شاء الله. بنزل بشوية من الشوربة علشان انا عايزة اسوي البامية نص سوا في الشوربة دي. بملى الحاجة اللي انا حاطة فيها البامية للاخر عشان البامية تستوي كويس مع الشوربة كده. تمام التمام، ماشيين لحد دلوقتي زي الفل، خطواتنا زي الفل وماشيين مظبوط. تاخد لها بقى غلوتين 3 لحد اما تستوي نص سوا ان شاء الله، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. شايفين التسبيكة وشكل الصلصة في منتهى الجمال. لحد دلوقتي احنا ماشيين خطواتنا زي الفل. هتاخد بقى كام غلوة كده لحد اما تستوي عشان اجهزها للفرن كده. خلاص هي استوت، وبزود شوية شوربة لانها نشفت هنا معايا شوية. بزود شوية من الشوربة عشان لما تخش الفرن وتتسبك لسه كمان تبقى فيها صلصة كده وتبقى جوسي وحلوة. خلاص كده هتغلي غلوة. اجهز نفسي بقى واولع الفرن عشان تدخل على فرن سخن. والبامية بتدخل من الصاجة من تحت، يعني يبقى الفرن حامي عليها شوية. على بال ما البامية بقى تكون قربت تطلع، بعمل لها الطشة بتاعتي. طشة زي طشة الملوخية بالظبط، كزبرة على توم وشوية سمنة، وبقلب الكلام ده كله مع بعضه. بحمره تحميرة فاتحة، يعني يبقى مثلا لونه ذهبي، ما يبقاش غامق عشان ما يمررليش البامية اللي انا بعملها. اهو كده، عايزة برضو يغمق شوية كمان.
هغمقه لسه شوية تاني. زي ما احنا شايفين كده الخطوات ماشية مظبوطة وزي الفل، ومفيش اسهل من كده، وهتديكي نتيجة رائعة بصراحة. يعني طاجن بامية عالمي. خلاص كده اللون اللي انا عايزاه وصلت له خلاص، والبامية طلعت من الفرن اهي. بنزل بيها بالطش عليها. شايفين الجمال؟ شايفين لونها ولا الريحة بقى؟ يعني يا ريت تيجوا تتفضلوا معانا بصراحة والله على الريحة الجميلة دي. كده انا خلصت طاجن البامية. ايه رأيكم بقى في الحلاوة والجمال ده؟ تعالوا نشوف بقى كده. اهو هنغرف منه طبق. مستوية واللحمة مستوية فيها واخر تمام. يعني بصراحة ربنا طاجن بامية من الاخر. بجد والله، كل سنة وانتوا طيبين. وتحياتي الكبيرة قوي ليكوا، وارجوكوا بقى تعملوا لي لايك عشان الاكلة الحلوة دي. لايك وشير بقى لبيت ماما بطة. وكل سنة وانتوا طيبين، وتحياتي ليكوا.